السلام عليكم يا صديقي. ده التمثال بقى المشهور في مصر كلها بالتمثال الكاتب او التمثال المسحور، واللي بيقولوا بيتحرك او مش عارف بيعمل ايه والكلام ده كله. احنا جينا مخصوص للمتحف هنا عشان نصور التمثال ده ونشوف ايه موضوعه. هو تمثال من ضمن التماثيل اللي موجودة للكتبة في مصر القديمة، له مسحور ولا بيتحرك ولا بيحصل فيه اي حاجة. الراجل محترم قاعد اهوت، قعدته مفيش ادنى مشكله. فمعظم الكلام اللي بيتشاع عليه او بيتقال عليه غير صحيح، زيها زي عدة الكاهن، زي الخرافات اللي بنسمعها عن التماثيل وعن حاجات في مصر القديمه. اهو الراجل محترم اهو، تقريبا كشر اهو، اللي ما تفهمش عمل ايه. ركز بس معاه كده هتتجنن شويه. ده التمثال المسحور او التمثال الكاتب والمشهور في مصر كلها بالتمثال المسحور. ده موجود في المتحف المصري، واحنا جينا له مخصوص عشان خاطر نصوره ونشوف موضوع هل فعلا حقيقة ولا كده. تحياتي لكم جميعا، انا احمد سفاري. شرفني متابعتك لي على قناتي على اليوتيوب او على صفحتي على الفيسبوك بنفس الاسم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.